يا جماعة مرحبا. أنا امبارح كنت في مخيم جنين، نمت في مخيم جنين، صار في معاي مشاكل على الهوية. حليتها، اتصلت بكتير ناس، بس القصة الحقيقية مش الهوية، صار في إشي أكبر من هيك. بمخيم جنين صار تهديد مسلح، حقيقي، تهديد مسلح من قبل فلسطينيين. أنا مش راجع الضفة، هذا تصريح أنا بصرح لكم إياه. مش راجع على جنين، ليش أقول مش راجع على الضفة؟ عندي حبايب بجنين كتير، عندي قرايب بجنين، عندي حبايب بجنين كتير، مخيم جنين حبايب كتير 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 كتير، حبايب أصدقاء يعني بالروح. بس على جنين، بديش أقول على جنين، على مخيم جنين مش راجع. بريت مخيم جنين. محل اللي بحسش فيه بالأمان بكونش فيه. لو بيكون بيتي، لو بيكون هذا المحل اللي أنا قاعد فيه، المكتب إسا أو الغرفة هاي غرفة المكتب، بحسش فيها بأمان بكونش فيها. أنا امبارح نمت في المخيم، كان أحلى ليلة من أحلى الليالي في الحياة. أنا كنت بحس بالأمان لما بنام من المخيم. صحيت الصبح، طلعت أصور، عم بصور الصور تبعون الشهداء. كمية الناس اللي أجوا علي مع سلاح كمية رهيبة. بعرفش إذا هذا الفيديو أكيد مش راح يعجب كتير ناس، يمكن مش منيح إنه أنزله كمان. بس في ناس داخد حقي منها بمخيم جنين. في ناس من مخيم جنين، مش أنا لحالي، راح ناس من مخيم جنين نفسه ياخدوا حقي كمان منهن. هن لإلهن حقهن، أنا حقي باخده بإيدي. حقي أنا دايما باخده بإيدي، ولا مرة طلبت مساعدة من حدا. وبتقدروا تسألوا كل اللي بيحكي معي على السوشيال ميديا، اللي بيبعت لي بدك مساعدة، أي إشي بدك كذا، بدك كذا. في ناس بتبعت لي بدك نساوي، بدك نفعل، بدك كذا، إيش بدك، شو بدك، مصاري، شو بديش ولا إشي بدنا. أنا خلقت في هاي الحياة لحالي، صح؟ مش الواحد بخلق لحاله بنزل بطن أمه لحاله، وأنا باخد حقي لحالي. في شباب في مخيم جنين هددوا عنان بسلاح، تهديد تعيس جدا جدا حقيقي.